فريمون واحد المونطون برك شحال جا دونك يعطي لك شحال المونطون. جا جابوا لي 170 1700 درهم هكا 1700 الريزو. هذا بس الثاني اللي نحكموا علينا هنا والله جيستيفيكاسيون العملية موفقة. العملية موفقة. استغفر الله. السلام عليكم خوتي خواتاتي، تحياتي لكم. قال لي عملية موفقة. فرحانين بأول عملية الدفع في الجزائر بالبطاقة الإلكترونية. عملية الدفع بالبطاقة الإلكترونية أول مرة غادي تدار في الجزائر. عرفتوا كيفاش؟ ديك الآلة اللي تتمشي للمرجان تتقدا ولا فين ما مشيتي تتقدا تتخلص بلاكارت، تدوز لاكارت ديالك صافي. هما يلا عندهم يلا دشنوها في الجزائر. القوة الضاربة حنا العالم الآخر والله تعالى وشوها. ودابا المشكل ها كنت يستروا داكشي بعدا ما يدوزوش، فهمتيني؟ فضيحة صح. أول مرة البطاقة صاحبي باش تخلص بها لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الآخر تيجي الإعلام الجزائري. اسمع إخوان، كما العادة تحياتي لكم، تبعوا الفيديو حتى الآخر، لايك الفيديو، ما تنسوش الاشتراك. والإعلام قابل المغرب. كعادته يواصل المخزن تسويق الوهم لآلاف الفقراء من شعبه بتوزيع قفة رمضان وسط تذمر واستياء كبيرين في أوساط المحرومين بعد التلاعب بقوائم المستفيدين. التفاصيل مع فتحية بالعالية. لا بلا تفاصيل، ما بغيناش التفاصيل، كلشي باين واضح. كيلعبوا بالقوائم ديال الناس المستفيدين. شوف فين وصلوا الاخبار. الهم ديالهم بعدا المخزن داير هادشي. المخزن بعدا جايب القفه تيفرق للناس عطاهم وحتى نتوما شوف نتوما راه باقي الناس 2025 مازالين تيشدوا الصف في الجزائر. الصف فيه 2 كيلومتر 3 كيلو ولا ما. شوف قولوا لي عاوتاني راه فيديو قديم. اسمع شنو تيقول. شرانا اليوم خسارة. قولي واش شوف أزمة الحليب في مدينة قصر الشلالة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 5 مارس 2025 رمضان، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف واه 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 واه. ايوا شنو مزيان؟ واش تفرق على الناس ولا تخليهم يشدوا الصف على حليب اللي هي ما عرفت شنو. مازال غادي نشوف واحد تونسي هنايا في تونسي جاي للمغرب وتصدم بالكميه ديال المنتوجات المغربيه في اسواق السلام. دخل اسواق السلام. مازال نشوفوا الفيديو. شكون اللي مزيان؟ واش تعطي للناس ولا يشدوا الصف في البرد؟ الصف في 3 كيلو. لا حول ولا قوة إلا بالله. تيناقشوا شي حاجة لا علاقة. زيد كادي التاهي. اسمع. أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب عن ارتفاع نسبة البطالة إلى 13.3% خلال 2024، وهي نسبة لم تشهدها المملكة منذ أكثر من عقدين. وقال إذا كانت عندنا البطالة الجزائر كاملة ما خداماش. أجيو تشوفوا شنو. اسمع. الجزائر تحصي أكثر من 2 شخص مصاب بالأمراض النفسية الذين تقدموا للعلاج. ووسط ارتفاع أعداد المصابين بمختلف الأمراض النفسية تظهر أهمية التكفل بالمريض وتطوير الصحة النفسية بالجزائر. في الجزائر يفوق عدد المصابين الذين يتوجهون للعلاج 500 ألف شخص، ويتم إحصاء أكثر من 2 شخص مصاب بمختلف الأمراض. 560 ألف واحد تيمشيو للعلاج الأمراض النفسية. صافي الجزائر كامله قريبه تسطى كامله. تيجي تيقول لك البطاله في المغرب. لا حول ولا قوه الا بالله.
مرحبا يا اخوان. هذا اللي صاحب البرنامج كان عدل برامج على الملك المغرب وعلى ياسر من القادة. البارح اخوان جبروه مقتول تحت شاحنة هي والله لحقوته طوموبيلته لقاوها تحت شاحنة. كيفاش هاد الاغتيال بهذه الطريقة وفي هذا الوقت بالضبط؟ هل يريدون التصالح مع أمريكا؟ سبحان الله، كيسحبوا راسهم الاغتال هذا راه أمريكا وطرام مثلا غادي يشيدر عليهم ياسر. ها انتو شوفوا يا اخوان، هاد الكربولي اللي مول راهو البارح توفى، واش هي صدفة او يوني يلا وني بكم وتحية عسكرية. هاد الاخ اللي تيهضر موريتاني، الاخ اللي تيهضر موريتاني قال لك واش باغيين يتصالحوا مع امريكا. عقلتم اللي كانوا داروا لجلاله الملك بحال ترامب هنايا، شوف راه بحال هكا داروه وتيضحك وتيضحكوا تمايا هو جاتو الضربه. شوف بقاو قال لك اسيدي راه ميت، شي تيقول ميت، شي تيقول بلي انه راه في خطر، شي المهم داز عليه الرمو. حادثه تسير. شتي سبحان الله العظيم، راه ربي تيخلص كل واحد على فعايلو، ما تيخلي ما يدير. المغرب هو جاب التراب دابا، هو جابها في راسو. يلا المهم حنا ما تنتشفاوش من الموت الا مات الله يرحمه، ولا لا يرحمه كاع بحال هادوك، لا يرحمه. ما عليناش دوزو. امريكا، الكويت، الامارات، كازا، قنيطره، وجده، هذه هي السلعه اللي غادي نصيفط لكم غدا ان شاء الله داخل وخارج المغرب. اللي باغي يعرف الثمن ديال اي موديل يتواصل معايا فقط في هذا الرقم. مرحبا بالجميع. هي السلعه بدات تخرج، لكن ها صيفط والكراغي لا يخرجوا يقولوا لك راه ديالنا. وجده امارات، الله يسخر اسيدي الله يسخر. هاد القضيه ديال الملابس المغربيه ما بغاوش يلقاو لهم الحل. عينا ما نهضروا، ديروا شي شعار، ديروا شي درابو، ديروا شي حاجه، لصقوا شي حاجه في الملابس باش تبينوا المنتوجات ديالكم. والو ما كاينش. حنا ما تنبيعوا ما تنشرو، ما عندنا لا حوايج لا سميتو، داكشي في المصلحه ديالكم. غدا ملي يخرجوا شي هما يقولوا لك ديالهم ولا سميتو طبروا راسكم. ماذا عباك شحال كنت نحب القفاطل صح ما باليش سي ماروكان. سي ماروكان جادور سا جو لي مي اودجوردي. هاي لابسه واحد الكراك. سلام، سمعوا معايا هاد كورغوليطا ونرجع معكم. تجربة شخصية اللي حبيت أشاركها معكم اليوم عندها علاقة في بالتراث الجزائري وبالحرب اللي كنت نخوضها ضد دول، ولا نقولوا دولة جارة كتحاول تسرق أصول القفطان. أول فيديو ولا ما بين أوائل الفيديوهات اللي كنت درتها على أصول القفطان الجزائري. أغرب ميساج جاني وش قالوا لي؟ باينه حيقول لك قفطان تاعنا ماشي تاعكم. كاين حاجه اغرب من هذا الشيء كامل. واحده دارت كابتير ديكرون الفوتو تاعي ولا تيشارجاتها ايا كان، كتبت فيها خزعبلات وبعثت لي قالت لي درت لك السحور وها هو وجهينا ربحتي في حياتك. صح معليش كملت وعاودت هضرت وقلت بلي القفطان جزائري وراح نبقى نقول القفطان جزائري، انتم بسحوركم وحنا بتاريخنا وهويتنا. كيف شفتوا اخوتي الكرغوليه في هذا اللي تنهضروا عليها دابا. الشا هي هذه اللي تنهضروا عليها دابا. السلعه تمشي عندهم ويلبسوها يقولوا لك ديالنا. هما ملي تيصيفطوا لك التمر تيزوقوه كامل الجزائر، دايرين خريطه، دايرين المصانع، كاتبين الجزائر في الجنب في الوسط في الكاع. بقى لهم غير التمر يكتبوا فيه الجزائر. هذيك التمره حبه التمره يكتبوا فيها الجزائر. حنا ديالنا تنقول لهم تكتبوا ديروا شي حاجه، ديروا شي ديزاين، شي شعار سميتو اللوغو ديالك، شي حاجه مغربيه ماشي تلصقها التيكي راك تتحيد. الا حتى درتي ديك اللعيبه راه تيقطعوها بالمقاس. شي حاجه بصمه في القفطان ولا في التكشير، شي حاجه اللي هي غاليه وساويه
ندير فيها سيدي الخريطه ديال المغرب، ما تبانش، تبان غير بالفن، فهمتيني؟ ما تبانش معيقه، ولكن داكشي يكون مغربي، تكون لمسه مغربيه. اسمع شنو كتقول الكرغوليه، اسمع. صح معليش كملت وعاودت هضرت وقلت بلي القفطان جزائري وحنبقى نقول القفطان جزائري، انتوما بصحولكم وحنا بتاريخنا وهويتنا. كيف شفتوا اخوتي الكرغوليه في هذه الايام المباركه هكاك بحجابها بصنطيحتها الصحيحه خارجه كتكذب وكتمرر ميساج مسموم بحال قلبها، انه المغربيه هددتها وقالت لها غادي نسحر لك وعمرك ما تربحي. راه الكرغوليه انت اصلا عمرك هنا غير بغات دير فيديو بغاش تبان بها كذوب، وان شاء الله الفيديو الجاي غادي هاد القضيه ديال السحور غادي نشوفو. انا عندي فيديوهات ديالكم اشنو كاين تما، ما تنبغيش ندخل في داكشي، ولكن غادي نجيبهم هاد المره، انا مخبيهم غادي ندوزهم تشوفوا فين كاين السحور والشعوذه وشو. ولكن غادي جاوبها المغربيه، جاوبي يا اختي. ما تربحي ومحتاجاش السحر باش ما تربحيش، عمر الربح يدق بابك، يا الكذابه يا السحسحه يا حطب جهنم. وكاين مثال مغربي كيقول اللي فيك وليا رديه ليا، الديب كيعاود غير ما داز عليه. اللي عنده شي ظاهره كيلصقها لناس اخرين. اجي نقي لك ودنيك اكورغوليطا. الا جينا نشوفوا السحر انتم اهله وخاصته. اخطر كتاب للسحر والشعوذه صاحبه جزائري. اكفس كتاب في العالم اللي فيه الوصفات والطلاسيم ديال العالم السفلي صاحبه ألفه جزائري، اللي هو كتاب شمس المعارف. أكبر وأكثر مجتمع تمارس فيه الطقوس والدجل والسحر والشعوذة هو المجتمع الجزائري بشهادة أبنائكم وقنواتكم وصحافتكم. المغربية ما تحتاج تسحر لك الكرغولية، فهميها. المغربية تعطي ليمك على كمارتك وتجيب لك الوثائق التاريخية وتباهرك، ما تحتاجش للسحر. المغربية سحرها هو الوثيقة وهو الشجاعة ديالها، وتواجهك كارا كارا. نحن لا نفتري ولا ندعي أشياء وكنرميو الباطل على عباد الله. حنا ما فيناش، حنا المغربية تخرج ليماك نيشان، ما تحتاجش المغربية تسحر لك الكرغولية. ندوزو دابا لاصل القفطان. اسيدي نفترض جدلا هذا القفطان هذا اصله عثماني، نفترضوا علاش هذا القفطان هذا ما كاينش في لبنان وفي سوريا وفي الاردن وفي مصر وفلسطين وفي المستعمرات او لا الايالات العثمانيه؟ وهذه المناطق هي اقرب للدوله العثمانيه من كرغالستان اللي هي الجزائر. بالمنطق أليس من المفترض أن يكون هذا اللباس منتشرا في الدويلات أو لا في الأيالات اللي قبل منكم؟ إذن مادام عندكم شي بياسات ديالنا فهذاك دليل على أن القفطان جاكم من عندنا بحكم القرب الجغرافي. وأصلا تاريخيا الدولة العثمانية حتى القرن 14 عاد بدات كتكون. تأسست الدولة العثمانية على يد عثمان الأول ابن أرطغرل سنة 1299 ميلادية، سطروا عليها. هاد الدولة العثمانية الأصل ديالها كيرجع لواحد القبيلة سميتها قبيلة قاي، وهي جماعة من قبائل الأوغوز التركمانية اللي كانت كتسكن وسط آسيا، ولكن تعرضت للغزو المغولي اللي يعني أجبرها على الترحال ناحية الغرب اتجاه الأناضول اللي هي تركيا حاليا، وتم استقرت تحت حكم دولة السلاجقة. أما المغرب راه 12 القرن ديال التراكمات التاريخية، يعني تجارب كبيرة واجتهادات وسواعد خدمات. يعني خص تكون عندك حضارة وتكون عندك تجارب. مثلا إلا كان عندك واحد الإبداع دابا حاليا في اللباس ولا في الطبخ ولا في المعمار والزليج هذا دليل على أنه عبر التاريخ خدمتي واجتهدتي، ماشي بقيتي ناعس بحال بنو كرغل الذين استعمروا من الدولة العثمانية واستعمروا من فرنسا واستعمروا من إسبانيا ما كاينش شي جنس اللي ما استعمركمش وما دازش تما. إذن كلشي عندكم هاجين ومخلط. أما المغاربة المغرب دولة فاعلة، ماليها خدموا على تراثهم وعلى ثقافتهم وعلى تاريخهم.
ونفترض ان هذا القفطان عثماني، علاه نتوما اتراك ولا عثمانيين كثر منهم ولا محامي بلا سلهام؟ والسؤال اللي الجزائريات كلهم كيعجزوا انهم يجاوبوا عليه، علاش الاتراك حاليا مهنيين وعايشين في سلام وتيديروا تظاهرات ثقافيه وتيعرفوا بالقفطان المغربي وكيجيو للمغرب وكيلبسوا التكشيطه والقفطان المغربي وفرحانين به، ما تيقولوش عليه عثماني؟ علاش نتوما فيكم الدوده؟ علاش فيكم الحريقه وفيكم الفلفله الحاره اكثر منهم؟ هما البقلاوه نوضوا عليها الحيحه مع القبارصه. البقلاوه غير حلوه، ما بالك بلباس اللي كيمثل هويه. القفطان قفطاننا وحنا مواليه، والمغرب ارض القفطان. كسيناكم، لبسناكم، ومازالين الى يومنا هذا كتزحمونا في اسواقنا وكتديو الملابس التقليديه المغربيه كامله لدابا ولي زاكسيسوار و كل شيء كيجيكم من عندنا. ينكر يا الخير الكرغوليه، نحن بتاريخنا وبوثائقنا وانت بخزعبلاتك وكذبك وفقر هويتك. الله يعطيك الصحة، تعجبوني بحال هادو انايا، تدخلوا فيهم تتلقاهم في اللايف مغربيه تبارك الله ما شاء الله عليها، تطلع عليك جوج جزائريين ثلاثه، ما كاين غير دور من هنا ودور من هنا. خليني من هادوك اللي تيشطحوا في التيك توك وهذاك اللي هذوك لا علاقه، ما تيمثلونا بوالو، هذوك حاش يكونوا مغربيين. تنهضروا على بحال هادي هي المغربيه الحره، المغربيات الشريفات، ما ليناش ندوزو. اسمع، المغرب حصل على سلاح، هذاك السلاح ما راهوش موجه للجيش الملكي المغربي، دارني لا موجه المرتزقه، مخيمه الدل والعار، تما غادي المصير، تقرير المصير، فهمتي؟ دابا خوتنا المغاربه فرحوا بانه طائرات الاباتشي دخلت للمغرب، طائرات الاباتشي، صواريخ نوويه، صواريخ كروز، مش عارف شنو، اي سلاح يدخل للمغرب فهو موجه موجه لاصحاب القياطن والعجاج. صافي السلام عليكم. هذا مسكين والله، حتى هذا مريض، هذا تيقول شي حاجه لا عفو وتيتيقوا صاحبي، عرفتيها؟ والله الا 999 تعليق، 999 تعليق تيكتبوا لي جزائريين، لا تبارك الله عليك، تحليلك منطقي، كاين هادي والله حرام، تيشجعوا فيه. الحاجه ديالنا البيتزا ديالنا، البيتزا راهي صافي 40 سنه وهي تنخدم في الجزائر، معناتها ولات ديالنا جزائريه البيتزا. مثلا الله يبارك الناس تزيد ان شاء الله، يبارك الميت صافي، الله يبارك. صور معاها خويا، ديالنا فوتو، فوتو ديالها. لا خويا البيتزا ديالكم بالميترو ختامها مسك. الاخوان تهلاو، هادو راه كيما شفنا في البدايه ديال الفيديو، راه 2 مليون مريض مسطي.